لما يكون معاك شيتوس حار نار ودوريتوس حار نار يبقى لازم حاجه من الاثنين، يا بقك يولع يا تعمل بروست الدبابيس بيهم. عشان كده نصلي على المصطفى وندعي لامواتنا بالرحمه، ونبتدي باحلى بروست الدبابيس بالدوريتوس والشيتوس. نبدا الاول بتجهيز خلطه الدبابيس اللي هتكون عباره عن بصله وطماطميتين ووحوح والكل متقطعين، ونجيب كبتنا الحلوه وننزل بيهم فيهم، وننزل عليهم قبل الضرب بشويه ملح وفلفل اسود وشطه وبابريكا سواء عادي او مدخنه، على حبه خل صغيرين، على نص كوبايه لبن رايب او حليب عادي. الفكره منها انها ما تنشفش الفرخه من جوه مع التسويه. ضربه في الثانيه وفي ثانيه الا ثانيه نكون منزلين كل الخليط على الدبابيس اللي حلتنا، ونعصر على وشه ليمونه حلوه ونسيبها بقشرتها ونغطيها ونركنها ساعتين 3 او يوم بالكامل. هنجيب بقى الشيتوس الحار نار بالليمون ونديله ضربه في الكبه، وعندنا دوريتوس حار نار والحار العادي نعمل فيهم نفس اللي قبلهم بالظبط، ونمكسهم تمكيسه حلوه ونركن على جنب عشان نحضر البوله الثانيه اللي هيكون فيها شويه دقيق ورشه ملح وفلفل اسود وتوم وبصل بودره. اما عن الشطه والبابريكا فدول اختياري، ورجهم رجه محترمه واركنهم على جنب، ونحضر البوله الثالثه واللي هتكون عباره عن بيض متفقش عليهم شويه ملح وفلفل اسود عشان الزفاره، ورجهم كويس، ونرصص كل اللي معانا لحد دلوقتي عشان نبدا الحفله. نطلع دبوسه دبوسه وننزلها على الدقيق ياخد الطبقه الاولى، وبعدها في البيض ياخد الطبقه الثانيه، وبعدها الدوريتوس والشيتوس يتلغوص فيمسك كويس. والاهم بقى عشان يمسك كويس اننا نبططها ونقفلها كويس لحد ما تبقى معانا بالشكل ده، اللي مش هيكون محتاج مننا اكتر من اننا نحطها في الفريزر على ما نولع على الزيت، واللي من مجرد ما لهلب واتاكدنا من سخونيته ابتدينا ننزل بكل الكميه اللي معانا، طبعا على حسب ما تكفي اللي انت بتقلي فيه. لكن الاهم ان النار في البدايه تكون عاليه، وبعد كده تنزلها للنص عشان ما تبقاش نيه من جوه ومحروقه من بره، عشان بعد بالظبط 10 دقايق يكون معاك كل اللي في بالك واحسن من الشارع. مش ناقص غير انك انت تحليها باي صوص تحبه، وعلى الوش ترص وفي البق تستطعم. وطبعا ما تنساش تصلي على النبي ونعمل جنبها حاجه على السريع. وعشان ما يبقاش عندنا هدر، احنا عندنا باقي الخليط المحشي اللي عملناها من يومين، فاتفقنا اننا نعمل رز خلطه بالكبد والقوانص، عشان كده طلعناهم من الفريزر يفكوا. وبصراحه كانت جايه من الشركه متقطعه وجاهزه ونضيفه، ونادرا ما تلاقي حاجه نضيفه كده. اهم حاجه اننا نفصل القوانص على الكبد، والاهم برضو على البوتاجاز حلتنا الحلوه وننزل نصها ميه، سواء هتسخنها على البوتاجاز او انت هتنزل بميه سخنه عشان تبقى في الانجاز. لكن في الحالتين هنستخدم القوانص الاول عشان بياخد وقت في التسويه اكتر، ومع اول غلوه ننزل عليها بشويه ملح وفلفل اسود عشان يطلع اي زفر، وعليهم حبه خل صغيرين. تقليب بقى محترم واللي هيساعد انك تطلع الزفاره والريم على شكل رغاوي بيضه زي ما انتم شايفين. هنسيبها تاخد غلوه صغيره على ما نجهز حلتنا الاساسيه، وننزل فيها بحته زبده عشان نشوح فيها البصله، واللي على ما تاخد تشويحتها هننزل بالكبد على القوانص عشان تاخد غلوه بسيطه هي كمان، ونرجع تاني لحلتنا الاساسيه وننزل على البصله بشويه ملح وفلفل اسود ورشه قرفه ناعمه وحبه صغيرين من السكر. نديها تقليب وتشويح لحد اما الكل يبقى تمام، نقفل عليه النار ونركن على جنب، وناخد حلتنا الصغيره في الحوض نفتح الميه الجاريه وننزل بالكبد والقوانص ياخد شطفه من كل الزفر والريم، ونرجع على البوتاجاز حلتنا الاساسيه وننزل بحته زبده على البصل، ونبدا نشغل البوتاجاز عشان نجهز بالاكل. تبدا تسيح تنزل عليه بالكبد والقوانص ونقلب فيهم ونغطي عليهم 5 دقايق يا دوب بس ياخد تشويحه قبل ما ننزل بالرز. واللي بالمناسبه قبل ما هننزل بالرز هننزل الاول بالميه السخنه بالمقدار التقريبي اللي يكفي الرز، ونقلبه كويس عشان البهارات تتوزع في الميه، ونجيب بقى خلطه الرز اللي كانت متشاله في الفريزر، وطبعا سيبناها تفك تماما وتبقى بدرجه حراره الغرفه، وننزل بالكميه اللي معانا في الحله ونقلب ونسمي الله ونكمل تسويته زي ما بنعمل الرز المصري او البسمتي. نار عالي يتشرب، نهدي النار لحد ما يتظبط ونقفل عليه النار يكمل تسويته بالبخار عشان ناخدها معانا ونستطعمها، ويبقى كده اكلتنا النهارده فل شمعه منوره. وبما اننا وصلنا في الختام فندعي لامواتنا بالرحمه ونصلي على الحبيب المختار، ومساء الزبده على كل الجدعان اللي بتفاعلهم علينا ما بيبخلوش.